السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. لو أنت محتار بين تكييف شارب وتكييف هاير فالفيديو ده معمول مخصوص ليك، ويا ريت تتابعني للنهاية وما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس. السؤال ده من أكتر الأسئلة اللي بتوصلنا يوميا: أشتري شارب ولا هاير؟ وفي الفيديو ده هنقارن بين الجهازين من ناحية جودة التصنيع وقوة التبريد، استهلاك الكهرباء، الضمان، الصيانة، قطع الغيار، والقيمة مقابل السعر. وفي النهاية هقولك مين الأفضل لكل فئة من المستخدمين. أول حاجة، السمعة والخبرة. شركة شارب من الشركات الموجودة في السوق المصري من سنين طويلة جدا، وده خلاها تكسب ثقة كبيرة بين ناس كتير. أما هاير خلال السنوات الأخيرة قدرت تحقق انتشار كبير جدا جوه مصر، وأصبحت من الماركات اللي عليها إقبال كبير جدا خصوصا في الفئة المتوسطة. يعني لو بنتكلم عن التاريخ والخبرة فالنقطة هنا بتميل لصالح شارب. تاني حاجة معانا وهي قوة التبريد. الحقيقة إن الشركتين بيقدموا أداء ممتاز جدا، لكن الأهم من اسم الشركة هو اختيار القدرة المناسبة للمكان اللي هيركب فيه جهاز التكييف. كتير من الناس بتشتري تكييف ممتاز وبعد كده بتشتكي من التبريد، والسبب إن مساحة الغرفة أكبر من قدرة التكييف. عشان كده بنقول لازم نختار القدرة المناسبة للمكان قبل أي حاجة. في الاستخدام الطبيعي الاتنين بيقدموا تبريد قوي جدا جدا. تالت حاجة معانا وهي استهلاك الكهرباء. دي أهم نقطة عند أغلب الناس دلوقتي. لو بنتكلم عن موديلات الانفرتر من الشركتين فالاتنين موفرين للكهرباء بشكل جيد جدا، لكن لازم نفهم نقطة مهمة: إن الانفرتر مش معناه إن فاتورة الكهرباء هتبقى صفر، هو بس بيقلل الاستهلاك مقارنة بالموديلات القديمة. وطبعا الموضوع بيعتمد في الأول والآخر على استعمالي أنا للجهاز، وإن صيانته تكون في موعدها. وكل ما زادت ساعات تشغيل الجهاز الانفرتر كل ما ظهر الفرق بشكل أوضح في فاتورة الكهرباء. رابع حاجة معانا وهي الصيانة وقطع الغيار. هنا شارب عنده نقطة قوية كبيرة جدا، لأن وجوده في السوق المصري من سنين طويلة خلى مراكز الخدمة وقطع الغيار منتشرة بشكل كبير. أما الهاير الوضع بيتحسن باستمرار وفي تقدم مستمر، لكن اللي بيتفوق في النقطة دي هو شارب. خامس حاجة معانا وهي السعر. هنا بتبدأ المنافسة الحقيقية. في أوقات كتيرة بتلاقي هاير بيقدم مواصفات قوية جدا بسعر أقل من المنافسين، وده السبب الرئيسي في زيادة شعبيته خلال آخر سنوات. فلو ميزانيتك محدودة شوية ممكن تلاقي الهاير خيار ممتاز جدا لحضرتك. طيب، أشتري إيه؟ لو الأولوية للاسم المعروف وللسمعة يبقى اختار شارب، وهيكون اختيار ممتاز جدا ليك. أما لو أولوياتك قيمة مقابل سعر ومواصفات حديثة وسعر تنافسي فالهاير بيستحق التفكير وبقوة كمان. وفي النهاية مفيش جهاز مثالي للجميع، الجهاز المناسب ليك هو اللي يناسب ميزانيتك ومساحة المكان وطريقة الاستخدام. عموما لو محتار بين موديلين اكتبهم في التعليقات وهساعدك في الاختيار، ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. نورتوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.